بكوفيتش يقرر إعادة القائد رياض محرز إلى منتخب الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين الأعزاء. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ الفيديو. قرر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش إعادة القائد السابق للمنتخب الوطني الجزائري رياض محرز وفق ما كشفته مصادر خاصة لموقع وين وين. واستقر التقني البوسني على استدعاء نجم نادي أهل جدة السعودي للمشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في التربص المقبل. وأدرك المدرب الوطني أهمية وجود القائد رياض محرز مع كتيبة الخضر في مستهل مشوارها بتصفيات نهائيات منافسة كأس أفريقيا كان المغرب 2025. وأكدت مصادر موقع وين أن فلاديمير بيتكوفيتش لم يتصل هاتفيا بعد بمهاجم السيتي السابق، وآخر اجتماعه به إلى الأيام القليلة المقبلة. وفي السياق قالت بعض المصادر مؤخرا أن التقني البوسني سيشد الرحال إلى السعودية للاجتماع مع رياض محرز وأخذ رده النهائي بشأن مستقبل الدولي مع منتخب الجزائر. واستنادا لتسريبات قرار بيتكوفيتش باستدعاء محرز للمشاركة في تربص شهر سبتمبر المقبل، يكون الناخب الوطني قد ألقى بالكرة في ميدان لاعب نادي الأهلي المطالب باتخاذ القرار النهائي، ويغيب محرز عن صفوف منتخب بلده الجزائر لقرابة 7 أشهر، حيث كانت مباراة الخروج من نهائيات كأس أفريقيا الأخيرة أمام موريتانيا والظهور الأخير له مع الخضر إلى حد الآن. شاركونا رأيكم في التعليقات والسلام عليكم.